تاريخ المنتخب الوطني الجزائري غني بالأحداث المهمة. هنا نظرة سريعة على التطورات الرئيسية. البدايات والاستقلال 1852 1962. تأسيس المنتخب الجزائري في عهد الاستعمار الفرنسي. اللعب كفريق غير رسمي في البداية، ولكنها تجسدت في المباريات الدولية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا. الفترة المبكرة بعد الاستقلال 1963 1988. مشاركات متقطعة في البطولات الإفريقية. المشاركة في التصفيات الأولى لكأس العالم. النهضة والإنجازات 1980 1992. تأهل إلى كأس العالم 1988 في إسبانيا، وكأس العالم 1987 في المكسيك. الفوز بكأس الأمم الأفريقية في 1990. الفترة بين 1999 والوقت الحالي. مشاركات مستمرة في كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم. إنجازات مختلفة على المستوى الإفريقي والدولي. تاريخ المنتخب الوطني الجزائري يتميز بالأداء القوي في البطولات الإفريقية والمشاركات المتكررة في كأس العالم، وهو يمثل واحدة من أبرز الفرق في القارة الأفريقية. الانتصارات والتألق الحديث منذ 2010 حتى الآن. تألق في كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث وصل إلى دور 16، وتحقيق الفوز على منتخبات بارزة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا. تتويج بكأس الأمم الأفريقية في 2019 في مصر بعد تفوق ملحوظ على الفرق المتنافسة. تأثير لاعبين بارزين في الساحة الدولية مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر. تاريخ المنتخب الجزائري يشهد على استمرارية التطور والتحسن في الأداء، مما يجعله من الفرق المميزة في قارة أفريقيا والمشهود لها عالميا. المشاركات الدولية والتألق المستمر منذ 2020 حتى الآن. استمرار المنتخب الجزائري في المشاركة في التصفيات الإفريقية والدولية، مع التركيز على التأهل لكأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية. تقديم أداء قوي في كأس أفريقيا 2021 في الكاميرون، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي. استمرار الظهور بقوة في المباريات الودية والتصفيات، مع استدعاء لاعبين شبان ومهارين لتجديد الفريق. تاريخ المنتخب الجزائري يعكس التزامه بالتطور والتحسين المستمر، مما يجعله من الفرق المرشحة باستمرار للإنجازات الكبرى على المستوى القاري والعالمي المستقبل. والآمال تطوير البنية التحتية لكرة القدم في الجزائر، ودعم اللاعبين الشبان لضمان استمرارية التألق على المستوى الدولي. تعزيز الهوية والتمثيل الوطني من خلال المشاركات الدولية وتحقيق الإنجازات التي تعزز مكانة المنتخب الجزائري في عالم كرة القدم. بهذه الطريقة يتجه المنتخب الوطني الجزائري نحو المستقبل بتفاؤل وآمال كبيرة في استمرارية النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى على الساحة الدولية.